تخيل معايا تبقى قاعد في صالون صغير على محطة فضائية، والفيو بتاعك يكون كوكب الأرض كامل. كنبة مربوطة في الحيطة وترابيزة متثبتة في الأرض بوايرات، وواحد بيحاول يمسك كوباية شاي ومش عارف عشان الجاذبية. أنا بقى سبت كل ده وقعدت أفكر إزاي الديكور بتاعنا هيبقى شكله عامل إزاي في الفضاء، ولما نطلع هل هنقدر نعمل ذوق على كوكب تاني ولا دي حاجة أصلا إحنا مش محتاجينها. الديكور مش مجرد خشب أو ألوان أو تجاليد محطوطة على شوية حيطان أو أرضيات شكلها فقط. الديكور حاجة مرتبطة دايما بالزمان والمكان والجاذبية. يعني إحنا في الفضاء لا هيبقى عندنا كراسي ليها 4 رجول ولا نجفة متعلقة من السقف ولا أي حاجة من الكلام ده خالص. هيبقى عندنا شوية أساس محطوطين يا متطبقين يا ملمومين في مكان يا مربوطين يا متثبتين بأي شكل عشان مفيش جاذبية. الفكرة دي خلت الواحد يفكر هو ليه الديكور عامل كده. أول حاجة نبدأ نفكر فيها اللي الأفلام سبقتنا وورتها لنا بعيننا الأول قبل ما نشوف الحقيقة عملوا إيه. لو رحنا شفنا فيلم زي أسبيس أوديسي هنشوف مثلا التصور بتاع المركبة الفضائية اللي كانت شبه المستشفى، إضاءات قوية لونها أبيض والمكان كله أبيض فقط. كانت بتحاول تثبت الشكل بتاع العزلة أو الشكل اللي الناس بتحس بيه في الفضاء، ودايما كانت عايزة تخدم على الوظيفية. والحاجة الوحيدة اللي كانوا بيحسسوا بيها الناس بالألفة شوية إن هم كانوا بيستخدموا شوية الكنب اللي لونه أحمر عشان بس إيه تحس إن الموضوع قريب ليك شوية. ولو رحنا بعد كده انترستيلر، كريستوفر نولان بنى المركبة وبنى العالم بتاعه كله بشكل يخدم الوظيفة. المركب كانت صغيرة، المساحات بتاعتها كانت صغيرة جدا، بس كان كل حاجة فيها مدروسة بحيث تخدم وظيفة الأبطال اللي طالعين معانا على الرحلة. المكان ضيق بس كل واحد فيهم كان واخد معاه حاجة تفكره بعيلته تفكروا بأهله عشان ما يحسش بالوحدة والعزلة، لأن كانت الرحلة هتاخد سنين معاه. بس بعد كده في تطور التفكير وتطور الرؤية بتاعة الموضوع بدأنا نطلع من فكرة احنا ازاي هنسافر الفضاء لأن احنا خلاص سافرنا هنعيش ازاي في الفضاء. وهنا الحاجة اللي درسها معانا فيلم باسنجرز، فكرة المركب افالون اللي طلع فيها الأبطال، المركب ال5 نجوم اللي حسستنا كأنهم طالعين على رحلة في يخت اللي هياخدوا عليها تقريبا أكتر من 120 سنة، ولما يصحوا هيلاقوا الدنيا عاملة ازاي والوجبات والبار اللي عليه واحد واقف بيقدم مشاريب وصالات البولينج وصالات الرياضة والكلام ده كله. كل ده كان بيقول احنا خلاص بعد ما سافرنا يلا نعمل حضارة. عشان كده الأفلام حاولت توصل الصورة بكذا شكل، بعيدا عن حتة ان دايما لازم يحصل حاجة غلط عشان الأبطال يدخلوا في التحدي بتاع أصلا حبكة الفيلم والكلام ده كله. بس الصورة اللي حاولوا يوصلها لنا ان احنا في الفضاء يا اما هنخلينا في الوظيفية والوحدة يا اما نقدر نبني حضارة فوق. وعشان نعرف ازاي نعمل بيوت وحضارة في الفضاء لازم نعرف اصلا فكرة السفر للفضاء بدأت ازاي. سنة 1865 الكاتب الفرنسي جول فيرنز كتب كتاب اسمه من الارض للقمر. الرواية دي هو عمل فيها تصور للصواريخ اللي هتطلع من الارض للقمر، وكانت بتتضرب بمدفع. وقتها الناس كلها ضحكت عليه وكان مادة للسخرية. بس اللي فكر في الموضوع فعلا بدأ يشوف فعلا ايه اللي ممكن يتعمل عشان الحلم ده يتحول لحقيقة. وفي اوائل القرن العشرين العالم الفرنسي سكولوفسكي فكر ازاي يعمل صاروخ يطلع الفضاء، ومن هنا بدأ يعمل نظرية الصواريخ متعددة الطلقات. فكرة ان الصاروخ يتوجه اول طلقة وبعدين مرحلة في مرحلة، الفكرة اللي احنا شفناها في الافلام كانت اصلا من اختراعه. وفعلا روسيا قدرت تعمل الكلام ده وسفرت سنة 1957 أول كبسولة تلف حوالين الفضاء. وقتها أمريكا غارت جدا من الموضوع ده، وبدأ السباق الفضائي بين أمريكا وروسيا من الوقت ده لحد سنة 1961. 1961 روسيا طلعت مركبة سبوتنيك 1 وكان عليها جون كارجان. الراجل ده سافر ولف حوالين الأرض في كبسولة حوالي 108 دقيقة، وكانوا خايفين من إنه هو فوق الصدمة اللي هيشوفها لأنه أول إنسان هيطلع يشوف المنظر من المكان ده. خافوا حتى يسيبوا له أي أداة تحكم فوق، عشان كده كانوا بيتحكموا في المركبة بتاعته من تحت لحد ما نزل. والراجل ده بقى بطل شعبي والناس كلها احتفلت بيه وقال لهم أنا شفت المنظر الأرض من فوق شكلها رائع. وبعد كده روسيا خافت على الراجل ده لأنه بقى رمز الحلم ورمز وأيقونة للموضوع ده، عشان كده رفضوا يخلوه يسافر تاني لحد سنة 1969 وناسا أطلقت أبولو 11 اللي كان فيها نيل أرمسترونج أول شخص كان يدوس على القمر برجله. ووقتها بعيدا بقى عن فكرة هم طلعوا فعلا ولا ما طلعوش، وقتها الراجل ده قال خطوة صغيرة للإنسان قفزة ضخمة للإنسانية. هم فعلا فوق وصلوا اللي كان أكبر إنجاز في الوقت ده إن حد يعمله، إنهم يطلعوا وينزلوا ويمشوا فعلا على القمر
وكانت الموضوع ده هيحصل بمأساة كبيرة، واللي أنقذهم كان قلم نيل أرمسترونج بعد الزرار ما اتكسر، وقدر إن هو يظبط كده شوية حاجات، وبالقلم ده داس على الزرار وقدروا يرجعوا تاني، والرحلة كملت لحد سنة 1998. السفينة ISS دي بقى طلعت وبقت بتلف فوق في المدار، وبقت تحالف ما بين أمريكا وروسيا وأوروبا وكل الدول اتحالفت مع بعض عشان تسيب السفينة دي أو المركب دي هي قاعدة فوق، والرحلات كلها بتروح ليها وبتنطلق منها. ومن محطة الفضاء الدولية بدأنا بقى نشوف الأفكار والتطور اللي هتخلي الحياة فعلا هناك مأهولة وينفع إن الناس تقعد فيها فترات طويلة ولا لأ. فكرة إن الأكل الأول كان بيتعمل لهم في أنابيب شبه معجون الأسنان بحيث ياكلوا منه عشان ما يحصلش حوادث وحاجة، لفكرة إن دلوقتي بقى في أطعمة وجبات مجففة صغيرة كده اما بياكلها يبدأ يشبع ويحس بالشبع بسرعة. حاجة بطعم البيتزا، حاجة بطعم المكسرات، بحيث ما يبقاش فيه فتات من الأكل أو تناثر. فكرة إن الحمامات إحنا هنا بنقول إن الحمامات بتصرف أرقام ضخمة، بس أحب أقول لك إحنا هناك الحمام الواحد بيتكلف 23 مليون دولار، ياخد الفضلات وياخد المية وبعد كده بيحولها لمية ترجع تاني مية صالحة للشرب. وفي مقولة شهيرة هناك لرواد الفضاء يقول لك today's coffee is yesterday's coffee، قهوة امبارح هي قهوة النهاردة، عشان هي تروح. انتوا فاهمين طبعا الموضوع بيمشي ازاي. ومن هنا بدأنا نفكر في فكرة السياحة الفضائية. أول سائح فضائي كان اسمه تيبوس تيتو. الراجل ده دفع سنة 2002 أو 2001 20 مليون دولار عشان يروح يقضي هناك 8 أيام، يعني الليلة بحوالي 2.5 مليون دولار، أكتر بشوية من شاليه الساحل في مراسي يعني. بس الرحلة دي بالذات غيرت وجهة نظر الناس للسياحة الفضائية. بقى حلم قريب رغم ان تكلفته عالية جدا، بس بقى حلم قريب الناس كتير متطلعة انها تطلع. عشان كده الشركات النهاردة زي سبيس اكس وبلو اوريجين بتفكر ان هي تعمل رحلات للفضاء وللمحطة الفضائية، وبيحاولوا ان هم يوصلوا التكلفة بتاعتها من 250 ألف ل 500 ألف دولار الرحلة اللي هي 8 أيام. وده هيفتح لنا آفاق جديدة. احنا هنعمل ايه لما نسافر؟ وهل بعد السفرية دي هنقدر نعمل مستوطنات ومستعمرات على كواكب تانية ولا لا؟ بس بعد كل ده بقى تفتكر ايه الحاجة اللي ممكن نتعلمها من الدراسات الفضائية دي كلها نقدر نعملها في بيوتنا؟ الموضوع مش بعيد زي ما انتوا فاكرين، الموضوع ابسط من كل ده. الفكرة كلها ان احنا نرجع للأسس اللي كانت عملت عليها اصلا العمارة والديكور. فكرة الوظيفية أهم من كل حاجة. فكرة إنك توظف كل حاجة في بيتك للحاجة اللي أنت محتاجها، وقبل ما تعمل أي حاجة تسأل نفسك الحاجة دي فعلا ليها لازمة ولا هي مجرد زايدة ديكورية؟ عشان هناك مفيش مجال إن حاجة تتعمل عشان شكلها حلو خلاص. لو حاجة ملهاش لازمة ارميها. تاني حاجة استخدام الحلول الذكية في الديكور والفرش. رائد الفضاء بيعيش في مساحة أصغر من مساحة أصغر أوضة أطفال موجودة في البيوت اللي احنا شايفينها النهاردة. وده ليه؟ لأنه دايما بيستخدموا حلول ذكية في فرش الأوضة. فكرة إن الأساس اللي ليه أكتر من استخدام، زي التسريحة اللي بتتقلب مكتب أو مكتب يتقلب تسريحة، الكنبة اللي بتتفتح سرير، أو سرير مدفون جوه الحيطة عشان تحت منه في كنبة أو تحتيه في مكتب أو رف بيتذاكر عليه. فكرة الإدراج اللي تحت السرير اللي بتتعمل مساحات تخزين قوية، والأرفف اللي بتتعمل في الأركان. تالت حاجة الإضاءة في الفضاء مش حاجة بقى اتعملت عشان ننور وخلاص. أهم حاجة هناك الناس اللي بتعيش فترات طويلة لوحدها أهم حاجة إن هم ما يحسوش بالعزلة. عشان كده وانت بتصمم إضاءة بيتك ما تعملهاش بشكل يتعبك نفسيا أو يضايقك. فكر في كل نور هينزل هيعمل ايه. واحنا اتكلمنا قبل كده في حلقة الإضاءة عن النور وأهميته وازاي نوجه الأشعة. الألوان النهاردة في حلول مبتكرة لفكرة الألوان وعلاقتها بالراحة النفسية. النهاردة في RGB LED لايت، ده اللي هو تقدر من خلال الموبايل تخليه ينور لك أي لون يخلي مودك كويس. أصفر، أزرق، أخضر، أبيض، أي لون أنت عاوزه هو الضوء ده بيوصل لك في الشكل اللي احنا فيه. او حتى على الاقل وانت بتتفرج على الشاشه بتاعتك في اضاءه ضلمه، يعني عشان تحس شويه انك في السينما، في ادابتيف ليد بيتركب على الشاشات النهارده عشان يديلك في خلفيه الشاشه اضاءه تحاكي الاضاءه الموجوده على الشاشه في الفيلم او المسلسل اللي انت بتتفرج عليه. كل دي حلول كويسه تحسسك انك في المستقبل فعلا. محطات الفضاء بتستخدم الوان محايده عشان تقلل الضغط النفسي على الرواد اللي فيها، زي الوان الابيض والجريهات الفاتحه والوان دايما الالوان محايده.
عشان كده وانت بتعمل اي اوضه ناوي تمارس فيها نشاط مختلف في بيتك، دور على الالوان اللي ما تضايقكش. لو اوضه شغل او اوضه مذاكره اعمل فيها الوان محايده وهاديه. لو انت عايز تعمل اوضه للتسليه اعمل اوضه حط فيها بقى الديكور اللي انت عاوزه، غير في الكوشن، غير في المخدات، سجاده لونها احمر، عيش واتبسط بالشكل اللي يريحك. اهم حاجه وانت عايش في بيتك تظبط مكان وركن للتسليه. رواد الفضاء اللي بيقعدهم بالشهور في اماكن منعزله هي اركان التسليه. ممكن يكون بياخد معاه زرعه، بياخد معاه صور لاهله، بياخد معاه لعبه، بياخد معاه كاسيت عشان يشغل عليه اغاني، اي حاجه. حتى لو كانت مساحه بيتك 60 متر فضي منهم 3 4 متر دول مكان للتسليه او مكان للراحه بتاعتك. دي اهم حاجات احنا اتعلمناها من دراسات الناس اللي عايشه هناك، ودي الحاجات اللي احنا نقدر نستفيد بيها هنا. وفي النهايه لازم نفهم ان في الفضاء الديكور لازم يتاقلم على بيئه عدائيه، بس حتى لو كانت البيئه دي عدائيه الانسان بيحط لمسه انسانيه فيها. حتى لو كان على بعد 400 كيلو بعيد عن سطح الارض دايما هتلاقي حد بيختار لون حيطه يريحه، او بيحط صوره، او بيحط زرعه، او بيحط اي حاجه تفكره بهنا. وفي المستقبل ممكن يكون في بيوت ذكيه بتغير لون الحيطه على حسب حالتك النفسيه، او مطابخ بزيرو جاذبيه، او انتريهات مقلوبه. بس برضو كل ده لازم يتوظف بشكل يخلينا نحكي حكايه. ولو ما قدرتش تطلع على مركبه دراجون في المره الجايه، برضو تقدر تحط في بيتك لمسه كونيه لطيفه تحسسك انك لسه في المستقبل، او تحسسك انك طلعت الفضاء. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، واستنانا في فيديوهات جايه.